قناتي حياتنا في الأرياف مع أم يوسف. دلوقتي يا حبايبي احنا معانا اهو الحمام، وطبعا انا عندي الحمام بقاله كتير ما بطش. هو ده اول بيضه اهو ليه، وبعدين انا قلت بقى هحط له كده حاجه عشان زياده انتاج البيض. معانا جنزبيل، في بقى الفريش اللي هو من عند العطار، بحط معلقه منه في السقايه. انا مش شرط اغليه، يعني انا ما بحطهوش في ميه مغليه وكده، لان انا بعمله مرتين في الشهر بس كل 15 يوم، فبحطه كتير. يعني ساعات بغليه وساعات بحطه كده. اديني حطيت معلقه، وبعدين حطيت الميه. ماشي يا حبايبي، وبعدين بحط لهم الاكل بقى. انا ما بحطش اكل بيت يا جماعه للحمام، انا بحط ساعات يوم كلفه، يوم قمح، يوم مثلا عيش افركه زي كده. بس اكل البيت ده ما بحطهوش، لان ما ينفعش الحمام ياكل اكل البيت، انا بحطه للفراخ بس. وبرده شويه جنزبيل وبرشهم كده، برشهم كده على الاكل بتاع الحمام. هو حلو على فكره للديدان، وبحط شيح برضو للديدان بيبقى حلو. ده بقى بيخلي زياده انتاج البيض عالي جدا، والزغلول يبقى حلو ملان كده وطري. وفي نفس الوقت يا جماعه انا بحب احط لهم حاجات طبيعيه، يعني انا ما بحطش اي علاج خالص، ولا سيلينيوم ولا اي حاجه من الكلام ده كله، ولا كالسيوم ولا اي الكلام. انا كل حاجه بعملها في الحمام كلها بالاعشاب. يعني انا بحط لهم شيح، بغلي لهم شيح في الميه، بس الشيح بصراحه ما بحطهوش كده، انا بغليه. وعندنا كمان الجنزبيل ده بحطه مرتين في الشهر كل 15 يوم، بحطه مره في السقايه ومره على الاكل. حلو بيدفيهم حتى في الشتاء، وبصراحه الجنزبيل له فوائد كتيره يعني. وفي نفس الوقت الحمام بيحب يعني تغيري له في السقايه بتاعته، ما بتبقاش الميه على طول بيضه. انا ساعات بحط ليمونه، معلقه سكر، معلقه خميره لما بيكون في زغاليل طالعه صغيره، فبروح حاطه له معلقه خميره كده صغيره، عشان ايه؟ بتخلي الحجم الزغلول كبير. وساعات بحط حلبه. فان شاء الله لما اجي اعمل اي خلطه تاني طبيعيه للحمام هوريها لكم. بس انا حبيت يعني اديكم فكره كده عن الحمام. انا اصلا ما عنديش حمام كتير للاسف يعني، بس عشان كده انا مش مهتميه بيه قوي. يعني لو هو مثلا فيه اهتمام اكتر من كده هيبقى احسن. فدلوقتي معانا بقى ان شاء الله كده اعملوا لايكات واشتركوا في القناه بتاعتي. وايسل بتقول لكم اعملوا لايك، بتقولي لهم ايه يا ايسل؟ لايك. انتي هاديه قوي النهارده يا ايسل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا.